ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عندك يا حبيبة قلبي رز وبيبوظ عندك، بيجي بيسوس او بيدود وبترميه، او في الفريزر هتحطيه؟ لا صدقيني، ولا في الفريزر تحطيه ولا في التلاجة تعينيه، لان طبعا مش هنلاقي تلاجات تشيل لنا الرز ولا هتشيل لنا الخضار ولا هتشيل لنا طلباتنا. ان شاء الله النهارده معايا كده هتعينيه من السنة للسنة، وهيقعد معاكي من اول حباية لاخر حباية زي الصدف كده بالظبط. ملوش تعبير عندي غير انه هيبقى زي الصدف. هتلاقيها بتلمع وجميلة ومزلطة كده لاخر حباية، ولا هيجي فيها سوسة ولا هيجي فيها دودة ولا اي حاجة عندك خالص هتيجي عليها. بس قبل ما نبدأ وصفتنا كده، يا ريت يا ريت اللي اول مرة يشوفني ما ينسانيش من الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وكومنت كده ان شاء الله، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي يشوف الفيديو ما ينسانيش من اللايك والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. وما تنسونيش كده من دعوة حلوة ان شاء الله. اول حاجة يا حبايب قلبي، طبعا الصورة انا فوجئت ان هي مش واضحة. انا الشكارة الصفرا ديت، اللهم بارك اللهم بارك، فيها كمية كبيرة جدا، يعني بتاع كذا أسرة، فمتبيض على بعضه كده وبنجهزه. أول ما بيبيض بيجي الراجل كده عندنا على باب البيت، احنا طبعا في الأرياف بيبيضوا، أو في مكنة بتروح توديه فيها على حسب وضع البلد اللي انت فيها. بنهزه وبالغربال اللي انت شفتوه ده، وبننقيه كويس جدا جدا. لو في اي حصو، اي عفش، اي حاجه من اي حاجه بقى جواه غير حبايه الرز، بنهزها كويس جدا جدا وننقيها، ونستبعد اي حاجه فيه مش احنا مش يعني مستغنيين عنها او مش في احتياج ليها. بعد ما نقيته كويس جدا جدا، بنحطه بقى كده في حاجة واسعة كده، زي طبق كده كبير، او اي بقى الحاجة اللي عندك على صينية حسب وضعك وحسب المتاح عندك. وجبت كده، انا كان عندي حوالي 40 كيلو من الرز، ما شاء الله اللهم بارك. يا رب يطعم المسلمين كلها يا رب من طعام كده الجنة في الدنيا وفي الآخرة، اللهم امين يا رب العالمين. وسع على كل العباد ويرزق كل المسلمين يا رب من فضله ان شاء الله. ال 40 كيلو دول، انا حطيت لهم نص كوبايه من الزيت، واحده واحده كده، وبتحطيه برش عليه وبين ايديا كده. طبعا انا بس بقلب بايد واحده عشان التصوير، يعني ما بفصل بقى كده، ايوه بالنفس بالشكل ده كده، باخده بين ايديا واغلف كل حبايات الرز بالزيت، والزيت ده يكون طعمه حلو وريحته، ومالوش ريحه يا حبايب قلبي، ومالوش طعم نفاذ. وحاجه بسيطه يعني. انا بغلفه بالزيت، وفي نفس الوقت الزيت لا بيعلم في ايدي ولا بيعلم في الطبق بالشكل ده يا حبايبي، عشان لو انت كترت الزيت هيخلي مهما كان الزيت ريحته حلوه، هيخلي الرز له نفس كده وحاجه اهو. انا هنا كده بقول لكم انا قلبته وغلفته، وفي نفس الوقت ايدي مش متعصى زيت خالص. يعني ما تبالغيش في كميه الزيت وتفكري ان هو هيحافظ لك على الرز، لا بالعكس. وعن تجربه، يعني الحمد لله كانت الحمد لله واحدة عزيزة على قلبي كده، هي طبعا أكيد شايفة الفيديو وهتعرف نفسها. يعني كنت تعبانة وقلت لها غلفي لي الرز بالزيت، كبت لي كده ازازه الا ربع، الله يسامحها كله اترمى، صدقوني ما نفعش ابدا، لانه اتركن فتره، اللي كنا بنسحب من حبه كده والباقي جينا نستعمله لان كله ريحته وحشه. هتخزنيه بقى في جرادل زي كده، في شكارة زي ما احنا بنبيض اللي هوريها لكم دلوقتي، ويكون الجردل له غطا كده زي كده بالظبط. بعد ما تغلفيه ما تخافيش وتقولي لا في الجردل هيسوس او اي حاجه. وفي شكاره زي كده، شكاره دقيق، شكاره رز، تكون غسلاها ومنضفاها كويس جدا جدا، ونحطه فيها بعد ما ننقيه وبنغلفه بالزيت. هيقعد معاكي لو سنة، صدقيني بالشكل ده. هنعبي الجردل ونقفله كويس جدا جدا، وبرضه نعبي الشكارة ونقفلها كويس. هتحطها في مكان هاوي كده لآخر حباية، من أول حباية لآخر حباية، إن شاء الله إن شاء الله بأمر الله، وهتدعيلي. لو كان عندك الرز بيبوظ وبترميه وبتحتاري فين تحطيه، صدقيني، ولا تقولي لي بصل، ولا يقول لك صابون، واللي يقول شطة، جربي بقى ان شاء الله الزيت ده وهتدعي لي بامر الله تعالى. الحبايه زي الصدف كده، اللهم بارك. ان شاء الله ان شاء الله بطريقتي هتخزنيه، ومن اول حبايه لاخر حبايه هتستعمليه. شايفين يا حبايب قلبي انا كده مغلفاه بالزيت، والزيت في نفس الوقت مش معلم في ايدي، زي لو تفتكروا كده اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت او من عند العطار سايب، بتحس ان هو فيه لمعه. اللمعه ديت بيبقى في المطاحن او في
المضارب بتاعة الرز مغلفينه بالزيت بنسب معينة كده، وبيبقى بيلمع، بس لما بتمسكيه ما بيعوزش ايدك او بيعلم فيها الزيت. هو ده بالظبط نفس الطريقة. فطبعا اوعي تبالغي في كمية الزيت، وبطريقتي جربيه وان شاء الله هتدعي لي. بس ما تنسينيش لو اول مرة تشوفيني بدعوة حلوة كده من قلبك الطيب كده وانا راضية بيها، وفي الكومنتات ولو بحرف، واللايك والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطير، من أول حباية لآخر حباية هيفضل عندك، ومن السنة للسنة هتستعمليه، وعمرك بعد النهاردة تاني ما هترميه. بطريقتي جربيه. ايه ده يا ولاد، شعر ده ولا ايه؟ خطير ان شاء الله، طريقة ناجحة مليون المية.